السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ النهارده هنعمل فيديو حلو قوي قوي عن ميزانية حلوة قوي. واحدة حبيبتي على القناة طلبت مني الميزانية ديت، وطلبت مني كمان يعني ايه هي الميزانية دي ب2000 جنيه في اسبوعين. يعني هي بتاخد كل 15 يوم 2000 جنيه، وزعلانة قوي وزهقانة قوي. هي كاتبة كومنت يعني ان ال2000 جنيه ما عادوش بيعملوا حاجة، وان هي محتارة تعمل بهم ايه. هقولك على حاجة، قبل ما تبداي تعملي اي حاجة في حياتك استعيني بالله، دخلي ربنا في المعادله، واعرفي ان ربنا هيدبرها لك حتى لو انت ما حسبتهاش او ما عملتلهاش ميزانيات. خليك عندك ثقه في ربنا واذكري الله، وقبل ما تقولي انا عايزه اعمل ميزانيه او عايزاكي تفنطي لي ال2000 جنيه، طلعي صدقه. الصدقه والله حلوه جدا، هتبارك لك في الفلوس. يعني ال2000 جنيه دول هيبقوا بالنسبه لك 4، وهتلاقي برضو اللي ربنا يدبرها لك. انا قلت اعمل ميزانيه، اعمل لك الميزانيه ديت. انا اتاخرت عليكي سامحيني، بس كان عندي ظروف. انا بشكر كل اي اخ واخت دخلوا عندي في القناه وحطوا لي اشتراك ولايك. يعني مش عارفه اقول لكم ايه، وكلامكم الحلو اللي بيشجعني كمان اعمل لكم الفيديوهات ديت. بس عايزاكم بس تدعوا لي في الكومنتات ان ربنا يشفيني. هنبدا الميزانيه على خير ان شاء الله. الميزانيه زي ما احنا شايفين كده. اول بند عندنا اللي انا ركزتلك عليه قوي، انت قلت لي في عندي 2 اطفال في الميزانيه بيشربوا لبن، بس انا مش عارفه نوع اللبن ايه. انا حاطه لك لبن بقري. تمام. بصي بقى، الخزين عندنا 5 كيلو رز، سعر الكيلو 20 جنيه. 20 جنيه في 5 200 جنيه. 3 كيلو مكرونه مشكل. شكل المكرونه بقى، هاتي مكرونه سباكيتي ومكرونه هلاليه، كل انواع المكرونه اللي انت حباها. تمام، هاتيها. كل انواع المكرونه اللي انت حباها هاتيها. كمان المكرونه عامله 23 جنيه سعر الكيلو. الفرط، بتكلم على المكرونه الفرط مش مكرونه الملكه ولا اي ماركه، ب70 جنيه 3 كيلو. السكر ب40 جنيه، من 40 ل60 زي ما انت حابه، انا معرفش سعره ايه. انا اخر مره كنا جايبينه ب40 جنيه، فانت من 40 ل60. لو لقيتيه ب60 قللي من 4 كيلو ل3 او 2. ب120 جنيه. الدقيق ب22 في 3 كيلو، هيقضوا معاك الاسبوع طبعا، عشان لو عندك اولاد في المدارس ولا حاجه تقدري ان انت تعملي لهم سندوتشات وكده يعني. ب66 جنيه. عندنا ازازتين زيت هيقضوكي والله الاسبوعين. الرتل ب60 جنيه، اي نوع انت حباه. نص كيلو الشمس الذهبيه سمنه. الشمس الذهبيه بتبقى رخيصه وحلوه جدا والله يا بنات عن اي نوع تاني، انا كنت مجرباها. بحوالي 60 جنيه. البند ده كله بتاع الخزين ده اللي انا ركزتلك عليه، اهم حاجه، اهم من اللحمه والسمك، واهم حاجه عامل 636 جنيه. البند التاني اللي هو الفراخ واللحمه، ماشي. كيلو الفراخ ب 95 جنيه، هتجيبي فرختين 2 كيلو، 95 في 4 ب380 جنيه. السمك عندك من 70 ل 80، عامل ال2 كيلو برضو في الاسبوعين عاملين 140 جنيه. اللبن، اهم حاجه بقى اللبن اللي انت بتتكلمي عنه. عندنا اللبن انا عامله لك 7 كيلو لبن في 17 ب 119 جنيه. هتجيبي 8 كيلو في 17 ب 136 جنيه. ده اللبن البقري. اللبن الجاموسي ممكن يخش له في 20 او 25. ممكن تجيبي بال 100 جنيه 5 كيلو. 5 كيلو لبن هيقضوك الاسبوعين برضو، ماشي. ممكن تزودي 50 جنيه من معاكي ولا حاجه وتجيب لك 6 كيلو لو هما بيشربوا في اليوم، يعني انت عارفه هما بيشربوا قد ايه. حاطه لك 50 جنيه عطاره، 50 جنيه منظفات، 20 جنيه شاي. تعالي بقى للبند اللي معانا اللي هو الخضار والفاكهه. 100 جنيه خضار و100 جنيه فاكهه في الاسبوع، يعني الاسبوعين 400 جنيه. تمام زي ما انا كاتبه لك كده. طيب بند الفطار والعشاء، غير بقى البند الفطار والعشاء، حابه ان انا اكلمك كمان عن الجبنه. يعني انت عايزه بقى، عندنا 2 علبتين جبنه نص كيلو دومتي ب 88 جنيه. هيقضوكي برضو العلبتين، علبه في اسبوع. 50 جنيه بيض بلدي، وركزي على حته بيض البلد ده لانه ارخص من البيض بتاع الكراتين زي ما احنا بنقول. 20 جنيه في المدمس. 20 جنيه نص كيلو عسل اسود. نص كيلو عسل اسود. المجموع كله عندي 2000 جنيه. كل اللي انا حاسبه لك اهو، خدي سكرين شوت. 2000 جنيه. طيب انا رحت السوق، هجيب بال100 جنيه ايه؟ هجيب ب40 طماطم، ب30 بطاطس، ب10 برنجان، ب20 كوسه، ب10 خيار. تمام. عايزه تبدلي الكوسه بربع لوبيا او ربع فاصوليا زي ما انت حابه، انت اللي بتطبخي. انا معرفش انت بتطبخي ايه، بس انت لازم تعملي طبيخ في نص الاسبوع. الفرخه جبتيها عملتها على 3 مرات. انا مش هقول لك انا بعملها على كام مره، انا بعملها على 5 مرات، بعملها على 3 مرات. انت حسب افراد اسرتك. اصلا ما فيش دلوقتي عيل بياخد مثلا ربع فرخه ولا نص فرخه زي ما احنا كنا بنعمل الاول، لا.
ممكن تعملي الحوايج والكبد والقوانص والكلام ده على صينيه بطاطس مع شويه رز بشعريه وهتعدي. مكرونه مع بانيه وهتعدي. كمان كفتة الفراخ حلوة جدا ممكن تعمليها. السمك ممكن تعمليه صينية، ممكن تعمليه مشوي، ممكن تعمليه مقلي، لان انا وفرت لك الزيت ووفرت لك السمنة. العطارة ركزي على العطارة. هتجيبي بعشرة 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 بخمس عشرات فلفل، كمون، بهارات، 7 بهارات. حابة تجيب خمسات، انا بجيب بخمسات عادي. تمام. المنظفات 50 جنيه، وكتير كمان 50 جنيه. هتجيبي 2 رتل بريل من اللي هو الساير، اللتر ب10 جنيه، ده اغلى حاجه في البريل. يعني البريل بيبدا من 4 جنيه وما فوق. كمان هتجيبي كيسين اوكسي من الواحد ب10 جنيه، ادي كده 20 جنيه. هتجيبي بقى بال10 جنيه التانية سلك مره، لفه من بتاعه المعين الاطباق مره. هتحط 10 جنيه كمان، وهتجيبي لك رتل الكلور خام، ده حلو قوي يا جماعه، احسن كمان من اللي في الازايز. طيب الشاي انا كاتبالك ربع، تمام، او اي باكو صغير كده ب20 جنيه. اظن ان انت وجوزك يعني مش كتير عندكم بيشرب شاي. بند الفطار والعشاء هتنوعي فيه، مره تقلي بطاطس، مره تحمري برنجان، مره هتسلقي بيضتين، مره تفقشي بيضتين، مش كل حاجه يعني. كاتبالك بيض وجبنه وعسل وفول. ماشي. الفول هتدمسيه هيطلع حلو جدا معاكي في التدميس. في طرق كتير لتدميس الفول على اليوتيوب، ممكن تخشي وتتفرجي عليها. السكر اهم حاجه، الشاي، المكرونه. لما نجيب 5 كيلو رز، ال5 كيلو رز يا حبيبه قلبي كتير. تمام. 2.5 هنا و2.5 هنا في الاسبوع اللي بعده. ويعتمد الميزانيه ديت في يعني كل 15 يوم اعمليها مع تفاوت الاسعار. انا معرفش الاسعار عندك ايه، بس انا بعمل بالاسعار اللي موجوده عندي. انا ست بيت وبجيب. على فكره الجبنه دومتي دي ممكن تغيريها وتجيبي في جبنه طالعه اسمها جبنتي حلوه قوي، عامله 23 جنيه. ممكن انا كنت مصوراها في فيديو المشتريات، خشي وشوفيها. انا معرفش انت عندك عيال في المدرسه ولا لا،